السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي مطبخ جزائرية مغتربة. رجعت لكم بوصفة تاع الزمن الجميل تاع الجدات والأمهات، وصفة من المطبخ الجزائري القديم، البروكلو برانية كما نقولوا احنا. لهذه الوصفة واش نحتاجو؟ عندنا الدجاج ولا اللحم، ولا ما عندكش تستغني عليه، لان الوصفه هذه راهي بنينه بلا حتى شيء، وحدها بنينه. يعني اللي عنده يدير، اللي ما عندوش يديرها هكاك، راح يستغنى عند اللحم او الدجاج. وبعد اللحم والدجاج طبعا عندنا البصل، راس كبير تاع بصل، والثوم عندنا نديو 2 فصوص فقط، فصين ثوم. القارص راح نحتاجوه في النهاية باش نديروه مع العظام العقدة. المعدنوس كل شيء منظف ومنقي. المعدنوس كاين ناس تخلط بين الدبشه والمعدنوس. المعدنوس هو البرسيل معدنوس. عندنا بالطبع بروكولي. انا بما ان ولادي كاين اللي يحبوا الاخضر، كاين اللي يحبوا الابيض، انا خلطت لهم بين الاخضر والابيض، وانتي ديري المتوفر عندك، البروكلي الابيض الاخضر. انا نحب الابيض، ولادي فيهم اللي يحبوا الابيض فيهم اللي يحبوا الاخضر، وانتي ديري اللي عندك. العظام طبعا البيض. التوابل عندنا الفلفل حار هدايا العكري كما يقولوا تاع بكري، مرحي ولا الحلو، ديري البابريكا وانتي وكيما تحبي ديريه، تحبي ما ديريهش، لان هذا مش لازم. هي يكفي الفلفل اكحل والملح باش تجيك الاكله هايله. فلفل اكحل، بوافغو نوار، ملح، الزيت النباتي، ويل دو تورنوسول. وعندنا الفخيت. من الاحسن البطاطا، من الاحسن تخيري يدي سبيسيال فخيت، باسكو احنا راح نديروها فخيت، راح نقليوها البطاطا، راح نقشروها نغسلوها نقصوها ونقليوها فخيت عادي كيما نديري الفخيت. للوصفه هذه راح نقليو البروكلي وراح نقليو البطاطا راح نديروها بطاطا مقليه، والفخيت عفوا والبروكلي راح نقليوه تانا. انا كيما ولادي يحبوهم مقليين، كي نقلي كلش، نقلي البطاطا ونقلي البروكلي ونعطيهم منهم ديجا، نحيلهم غداهم. ومن بعد الغيست هذا اللي راح نديرو باللاصوص تاع اللحم وكلش، هذا غير لي انا وزوجي. الولاد ياكلوها مقليه كيما كنا احنا صغار، كي يبداو يقليو ميط نقول معطيوها لنا مقليه ما تعطيوهاناش باللاصوص. كاينه حاجه بركه حبيت نقولها، هذوك البروكلو كي تشري الراس تاع البروكلو وتنظفيه وتنقيه وكلش، هذوك العروق تاعو والورق مش الخشين خلا، هذوك اللي من برا خلا، هذوك نحيهم طيشين، ويقعد الورق اللي شويه طريين هذوك، اغسليهم وقصيهم قطع صغيره كيما هكا، وحطيهم في صاشيه تاع الكونجيلي وخبيهم للاسوب. قيمتهم الغذائيه رائعه وفيهم فوائد كبيره، خساره انكم ترميوهم. يعني للقيمه الغذائيه الصحيه ليك ولولادك، من الاحسن تغسليهم وديريهم في لاصوب مع الخضر الاخرى، البنه والفائده. حطينا البروكلي تاعنا يغلي في الماء لازم يكون سخون، ديجا كانت مسخنته من قبل. حطينا البروكلي تاعنا يغلي فيه مع شويه رشه صغيره خلاه تاع كمون وشويه ملح، هذا مكان. نخليو البروكلي هذاك يغلي ونروحو نقشروا البصل والثوم ونغسلوهم. هذه حاجه باينه، يعني ما نضيع لكمش بها الوقت ونعتها لكم، الناس الكل تعرفها.
ونحطوهم في المقلاة في الكوكوط، عفوا في البرمة، في برمة عادية ولا في كوكوط. انا درت في كوكوط وكل واحد يدير فاش يحب. نحطوا البصل هذاك اللي قصيناه والثوم واللحم الدجاج ولا اللحم الدجاج تاعنا والفلفل الاكحل. والفلفل الاكحل نحطو مغرف صغيره باسكو هو ما عندناش توابل بزاف في هاد الاكله. وشويه هذاك العكري الفلفل الاحمر المرحي ورشه صغيره تاع كمون. ونقليوها مليح هاكم كيما تشوفوا. قاعده تتقلى. هاي هانا نقليو فيها مليح حتى لا فابور طلعت. ونسيت مكون مهم ما هدرتش عليه، الطماطم المركزه. اعذروني نسيتها في المكونات، هي مكون اساسي يعني لابد منه. طماط كونسونطري ولا طماطم المركزه. بعد ما نقليو البصل والثوم والزيت والدجاج بزيد يدبلو نحطو ملعقه او ملعقه ونصف. كاينه طماطم اللي في حمرة بزاف وكاين اللي شويه. شوفي انتي من ملعقه الى ملعقه ونصف. ونقليوها مليح مع هذا التوابل قبل ما نمرقو مع البصل والثوم والدجاج والزيت. الملح اني ما حطيتش مازال، حتى نشوف البروكلو غليته في الماء مالح، والماء المالح هذاك مانيش راح نبزعو لفوائده الصحيه، راح نمرق به البرمه. بكري احنا اماتنا كانوا يبزعوه ويديروا ماء جديد، مي انا نفضل للفائده الصحيه ان نخليو هذاك الماء نمرقو به. نجيو للطماطم المصبره كما قلت اني نسيتها في المكونات، ونروحوا نحطوا منها ملعقه ونصف. حطينا الملعقه ونصف تاع الطماطم هذه ونزيدو نقليو مليح، ومن بعد نمرقوا بالماء تاع اللي غلينا فيه البروكلو تاعنا اللي صفيناه. نصفيو البروكلو ونحيوه ونغليو عفوا، والماء المغلي هذاك نمرقوا به باش نعملوا الصلصه. بعد ما طاب البروكلو تاعنا هاو غليناه في الماء والملح ورشه خفيفه تاع كمون، وصفيناه وقشرنا البطاطا وغسلناها وقليناها في خيط عادي، يكون شويه برك خشين على الخيط اللي موالفين نعملوه للماكله. ودرنا العروق هذيك والاوراق تاع البروكلو كما قلنا عندها قيمه غذائيه كبيره، حرام يعني طيشوها، خليوها كيما هكا في الكونجيلاتور، حطيناها في صاك محكم الاغلاق تاع الكونجيلي، ونحطوها نهار اللي نعملوا لاصوب نحطوها فيها يعني لقيمتها الغذائيه. انا نعمل على القيمه الغذائيه يعني اكثر من الجو، الحقيقه هو الجو ديجا يجي رائع يعني، وزيديه القيمه الغذائيه. دركا واش نجيو نديرو، نجيو نحكموا الفارينه ونحطوها هنا هكا في حاجه اللي تحبي انتي، وديري عصره تاع قارص، ملح، زيدي لها شويه ملح وشويه فلفل اكحل والمعدنوس قصيه وزيديه معاها، والبيض اللي كنا قلنا، وكسري عليها 3 بيضات ولا حسب واش عندك انتيا من قيمه تاع بروكلو. كان درتي بداي بالبيضه واحده ولا ما كفاش من بعد زيدي باسكو على حسب البروكلو قد ما عندك. كي ديري هذاك البيض والعظام وشويه ماء وفلفل اكحل ورشه تاع كمون وملح مع الفارينه وتخلطيهم مليح ويوليو ليكيد. دوك نعطيك كيفاش يديروا بعد ما خلط هذا كل وعصره قارص. من بعد تغطسي فيهم هذاك البروكلو وتقليه كيما قليتي الفخيط عادي، تغطسيهم فيه مليح وتقليه. ونعودوا بعد ما نعملوا لاصوص تاعنا، المرق تاعنا هاو يغلي حتى يطيب بالدجاج. باه من بعد كي نكملوا نزيدوا نقليو البروكلو، البطاطا صاي عندنا مقليه، نطيشوهم فيه يكونوا طيبين، غير يغليو غير شويه، ونحطوا لهم شويه معدنوس وتكون الاكله تاعنا حاضره. نبداو دركا نوجدوا البروكلو باش نقليوه.
نبداو بالتوابل. نحطوا الكمون هنا، حطي الكمون في المرق تحطي غير رشه خفيفه، مي هنا في كي تعدلي هذه وجدي حطي الكمون، حطي الفلفل اكحل، حطي كمون اكتر من الفلفل الاكحل. العكري هذا ولا الحار ولا بابريكا، حطي اللي عندها، اللي تحب الحار تحط الحار، اللي تحب الحلو تحط الحلو. وما نسويش الولاد اللي عندها ولادها صغار تعمل حسابهم في على الحار وبالك ما ياكلوش، والله كل واحد يعرف عائلته. بون رشه ملح تكون مليحه، يعني يدوم الحوايج عينك ميزانك. وخلطي مليح هادم التوابل، دخليهم في الفارينه. من بعد واش ديري؟ فنجان تاع ماء عادي، بسم الله، فنجان تاع ماء من الحنفيه عادي، وتخلطي مليح. نخلط جيدا حتى تتحل هذيك الفارينة في هذاك الماء. ومن بعد نحطو شوية معدنوس ونخليه شوية باش نحطوها في البرمة على الاخر كتب الماكل، ونعملو عصرة صغيرة تاع قارص. ومن بعد تانا كي تاكلوه كي طيب وتحطوه في الصحن هاكم تعصروا القارص وتاكلوا. اللي يحب القارص بالطبع، اللي ما يحبش ما يديرش، ماشي لازم هو يمد بنا وذوق ويكسر هذيك باسكو كلش مقلي، يعني نحيلك هذيك القهمه كيما نقولوا احنا تاع الزيوتات، من الافضل تعملوه. نخلطوا ونجيو للبروكلو تاعنا وحده بوحده بالشويه ونغطسوهم في هنا وهكا، نسقطروها كيما هكا ونديو ونحطوهم. لازم نكونوا قرب للمقله. انا درك شويه بعيده دوك نروح نقليهم. المهم هكا وتقليهم في زيت ساخن برك. بون وسمحولي اني تولهت بلي اني ما حطيتش العظام، لازمه هو ميم يصلح ميم بالعظام هكا بالماء والفارينه والتوابل ويصلح، مي لا بالعظام يجي خير. انا ننصح لازم العظام يعني. خلاص جربت قليت الكعبات الاولين وجاو عادي، من بعد فكرت بلي ما درتش العظام اني مزروبه شويه اليوم عليها، نسيت حوايج بزاف سمحولي. مي لازم العظام يعطيه خفه افضل يعني وبنه افضل. واللي ما عندوش العظام يدير كيما قلت لكم في الاول، فارينه ماء توابل وملح وقارص. هذه هي الوصفه الحقيقيه اللي كانوا يديروها امهاتنا واجدادنا، يعني يزيدوا العظام. بعد ما قلينا البطاطا كيما قلنا الفخيت وقلينا البروكلو طيشناهم في لاصوص يغليو هكا واحد 5 مينيت، لكنهم طيبين مليح، لكن ناقصين شويه طيب 2 مينيت وخلاص تكون طايبه وواجده ماكلتنا. العصره تاع القارص والرشه تاع المعدنوس ونطفيو. وكملنا الاكله تاعنا وها هي في الصحن. بنا ما نحكي لكمش، نتمنى ان شاء الله تجربوها، ولي شهيتوا قسموا في الجنه ان شاء الله. والى هنا كملنا الطبق تاعنا والوصفه لهذا اليوم. شهيه طيبه والى اللقاء.